اليوم غادي نسافروا في الزمان العام 69 باش نفهموا سر واحد من أكبر الموضوعات اللي حيرت العالم. واش ميريكان نيت طلعت للقمر ولا هادشي كله غير تمثيلية وكذوب؟ ملي نيل أرمسترونغ حط رجلو على القمر وقال جملته الشهيرة: الناس انقسموا لجوج، فريق كيآمن بالإنجاز وفريق كيقول هادي أكبر خدعة في التاريخ. القصة بدات في الخمسينات، في عز الصراع بين ميريكان وروسيا. روسيا صدمات العالم في عام 57 ملي صيفطوا سبوتنيك واحد، أول قمر صناعي، وطغاو في السباق بكلاب بحال لايكا ورواد بحال يوري غاغارين. ميريكان تخلعات، والرئيس كندي حلف باللي غادي يوصلوا للقمر قبل ما تسوالي الستينات، وصرفوا فلوس صحيحة كتر من 300 مليار دولار بحساب اليوم على برنامج أبولو. ولكن الناس اللي كيشكوا جابوا ملاحظات غريبة من التصاوير والفيديوهات ديال الرحلة. أول حاجة، العلم أو الراية ديال الميريكان كانت كترفرف وكتحرك بحال إلى ضارب فيها البرد، وإحنا عارفين باللي القمر ما فيهش هواء أصلاً. وناسا جاوبت باللي ركبوا عصا أفقية في الراية باش تبقى مطلوقة وما تطواش، وهديك الحركة جات من الاهتزاز ديال الغرس ديالها. ثاني حاجة، التصاوير ما فيهمش نجوم في السما كحلة خاوية. الرد ديال خبراء التصوير كان بسيط: السطح ديال القمر كان مضوي بزاف بالشمس، والكاميرات كانوا مضبوطين باش يصوروا الأرض والرواد، فالضوء الضعيف ديال النجوم ما غاديش يبان في الكاميرا، بحال إلا صورتي بالليل في ملعب مضوي. ثالث حاجة، الظل. التصاوير بينوا ظلال مختلفة ومتقاطعة، وهاد الشي كيقولوا باللي كاين كشافات ديال الضوء، مصابيح ديال استوديو تمثيل. ولكن العلماء فسروها بأن السطح ديال القمر غير مستوي وفيه جبال وحفاري، وضوء الشمس كينعكس على الأرض ديالو كأنها مراية. هاد الشي كيعطي تشتيت للضوء وتعدد في الظلال. رابع حاجة وهي حزام فان آلن. هاد الحزام مطوق الأرض ومليان إشعاعات قاتلة. كيفاش طارت المركبة منه بلا ما يموتوا الرواد؟ ناسا كتقول باللي الرواد دازوا بسرعة كبيرة وتعرضوا لجرعة ضعيفة جدا من الإشعاع، حيث كانوا محميين بالهيكل ديال الألومنيوم ديال كبسولة أبولو، واختاروا مسار فيه أقل كثافة إشعاعية. المشككين موقفوش هنا، تساءلوا على صعوبة التحكم في المركبة القمرية في أبولو 11 بأجهزة كمبيوتر كانت أقل كفاءة من حاسبة كالكولاتريس ديال اليوم، ونيل أرمسترونغ قدر ينزلها يدويا بنجاح في آخر لحظة. وحتى في البث المباشر كيفاش داروا يبثوا صوت وصورة من القمر للأرض والمسافة بعيدة بزاف. ولكن كاين أدلة قوية وقاطعة لكتأكد الصعود. أول دليل هو الاعتراف السوفياتي. روسيا كانت كتراقب كل حركة ديال أبولو بالرادارات ديالها، ولو كانت خدعة كانت روسيا هي الأولى اللي غادي تفضح أمريكا وتشوهها، ولكن اعترفوا بالهزيمة ديالهم في السباق. ثاني دليل، الصخور اللي جابوها من القمر. 380 كيلو ديال الحجر القمري تفرقوا على مختبرات العالم، وكل العلماء أكدوا أن التركيبة ديالهم والعمر ديالهم اللي كيفوت 4 مليار سنة مستحيل يكونوا من كوكب الأرض. ثالث دليل، المرايا والمعدات اللي خلاوها الرواد على سطح القمر. لحد اليوم العلماء كيضربوا أشعة الليزر من مراصد على الأرض نحو هاد المرايا في القمر، وكيرجع ليهم الضوء باش يقيسوا المسافة الدقيقة بين الأرض والقمر. وحتى أقمار صناعية حديثة بحال LRO صورت مواقع هبوط رحلات أبولو، وبانوا الآثار ديال الخطوات والمركبات اللي بقاو هناك.
وأخيراً مئات الآلاف ديال الناس خدموا في مشروع أبولو، حوالي 400 ألف شخص. من المستحيل يتفقوا كلهم على كذبة ويكتموا السر 50 عام بلا ما يزق ليهم اللسان. إذن حسب الأدلة الإنسان وصل للقمر فعلا، ولكن اللي خلى الناس تشك هو أن أمريكا ممكن تكون زوقت التصوير والبث على الأرض باش يبان الإنجاز أعظم وأحسن، وهادشي اللي خلق التناقضات. كنتمنى نكون خففت عليكم. بقاو على خير وأحلام سعيدة ومريحة مع ثقافة في المخدة.